هلو شباب سنية 2 علمي عاملين ايه؟ هنشتغل النهاردة درس اسمه المومنتم. وهنستغل التقييم ده بقى ان احنا نشرح يعني ايه مومنتم اصلا. لو انا عندي طوبة كبيرة وطوبة صغيرة، حدفتك بطوبة صغيرة مش هتتأثر قوي، حدفتك بطوبة كبيرة هتتأثر جامد، يبقى الماس ليها دخل بالمومنتم. طيب السرعة بقى، لو جبت مثلا زي الرصاصة بتاعتنا البوليتي وحدفتك بيها مش هيحصلك حاجة، لكن لو حطيتها في مسدس هتموت طبعا، صح الكلام؟ يبقى الفيلوسيتي بتأثر برضو في موضوع المومنتم. يبقى المومنتم ده equal A times A mass times velocity، واليونت بتاعته بتبقى على حسب ايه بقى؟ الماس اليونت بتاعته بايه والفيلوسيتي اليونت بتاعتها بايه. هنا مثلا في اول سؤال في التقييم السابع بيقولي calculate the momentum in the unit of tons per minute per second. tons minute per second، يعني عايز اليونت بتاعت الماس هتكون بالطن والفيلوسيتي بتبقى متر per second. تعال نشوف نقرا بقية السؤال. بيقولي for a train with mass، واعطيك الماس بايه؟ ب 30 tons. اول حاجه اكتب لي الحاجه اللي عندك الجافن 30 tons. طيب جميل. moving in a straight line with a constant speed، واعطيك الفيلوسيتي اهي 36 كيلومتر per hour. شايف هو عايز اليونت طن per meter per second. دي تمام، دي محتاجين نغيرها. اعمل ايه؟ هعمل times 5 over 18 عشان احولها meter per second. طيب هعملها دي تايمز هتبقى 36 دي، وعملتها تايمز 5 over 18 هتبقى 10. جميل. طيب بعدين اجيب المومنتم اللي هو الرمز بتاعه h m times v mass times velocity. mass times velocity، الماس عندك بكام؟ ب 30 times الفيلوسيتي الجديدة ادي 10، يبقى 300 متر طن الاول، بعد كده متر بير سكند. اوكي، اظن الموضوع سهل جدا. ده الجزء ده نازل عليكم من تالتة وجزء جديد. حاول تستوعبوا معايا في التقييم ده، فيه كذا فكرة حلوين جدا، منها تذاكر الدرس ومنها نحل التقييم. اوكي، تعالوا نخش نمبر 2. بيقولي ايه هنا؟ بيقولي a body with mass، واعطيك الماس بالجرام. اوكي. فول، يعني ايه كلمة فول دي؟ يعني وقع. يعني ايه وقع؟ يعني ال V initial بزيرو. اول ما يقولك فول دي يعني وقع، يبقى ال V initial بزيرو. طيب وقع فين؟ وقع على الارض. اوكي. طيب بعدين يبقى ال V initial عندنا هنا كده بزيرو. طيب هو وقع على الارض، وقع مسافة قد ايه؟ قال لي measure distance ايه بقى؟ 19.6. نزل لتحت كده اهو 19.6 لحد ما وصل الجراوند 19.6. اوكي. جميل. متر، ده بالمتر. طيب بعدين قال لي calculate the momentum، بص على اليونت كيلو جرام متر per second for the body when it reaches the ground. طيب انا عارف ان الايه هو كيلو جرام، يبقى لازم احول دي، يبقى الماس هعمل ايه؟ ال 100 جرام دي هعمل لها divided by 1000، هتبقى 0.1 ايه كيلو جرام. دي اول حاجة هعملها. طيب تاني حاجة ان انا عارف المومنتم h equal m times v، صح الكلام؟ طيب انا عندي الام ما عنديش ال v، اجيب ال v ازاي؟ افتكر الرولز بتاعت الفري فول، طبعا فاكرينها. v باور 2 هختار ايه؟ عندي ال s distance وعندي ال v initial وعايز ال v fine، يبقى v باور 2 equal v نوت باور 2 plus 2 gs. طيب ال v initial بزيرو، خلاص خلصنا منها، يبقى v باور 2 equal 2 times ال g اللي هي 9.8 times ال distance 19.6. اوكي، واللي هيطلع هنعمل له square root. اوكي، ممكن اشيل انا الباور 2 دي كده واعمل square root على طول. اوكي اهي، واجيب ال v
الكالكوليتر هتطلع لنا 19.6 وهتطلع متر بير سكند. خلاص طلعتها كده تمام. خلاص الموضوع سهل بقى. اجيب ال H ال H equal M times V. ال M اللي هي 0.1 عشان تبقى بالكيلو جرام times 19.6 اللي هي بالمتر بير سكند، فهتبقى 1.96 كيلو جرام متر بير سكند. خلاص تعالى كده اظن سهلة. تعالى نخش على نمبر 3. وهنا بيقول لي stone with a mass، وعندنا الماس بتاعتنا اهي ب 2 كيلو جرام. ماشي. فول برضو نفس الكلام. يعني ايه فول؟ قلنا يعني هي كانت هنا ووقعت في الارض اهي. هي ما وقعتش على الارض، هي وقعت على البحر. المهم ان هي فول يعني في initial بزيرو. اوكي. بعدين from rest مشيت كام ثانية؟ 4 ثواني، يبقى التايم 4 second. جميل. then it collides with a surface of pond. اهي اتخبطت في السيرفيس بتاع البوند. then ايه بقى؟ and sink into the water، وبدأت تعوم هنا في المية. تمام. at a constant speed. يعني ايه constant speed؟ يعني velocity average constant speed. يعني ايه؟ يعني هو قطع اهو covering 24 meter in 3 seconds. يعني مشيت كام بقى؟ 24 متر في كام؟ في 3 second. جميل. طيب find the change in momentum. هو ايه اللي change in momentum ده؟ بص الرول بتاعنا ايه؟ change in momentum equal h2 minus h1. اوكي ده الرول بتاعنا h2 minus h1. اول مرحلة دي هي h1، تاني مرحلة هي دي h2. طيب هنا الفيلوسيتي سهل نجيبها صح؟ v2 سهل نجيبها. v2 هنا هيبقى ايه؟ distance على التايم. اوكي اللي هي 24 over 3 هيبقى كام؟ يبقى 8 متر per second. مفيهاش مشكلة. تعال نشوف المرحلة الأولانية بقى. هو مشى التايم اهو وفاضل اجيب الفيلوسيتي الأولانية. اجيبها ازاي الفيلوسيتي الأولانية؟ من أول أول عندنا اللي هو v نوت بلس gt. في نوت طبعا بزيرو والجرافيتي 9.8 times التايم 4 second هيديني velocity 1. اول velocity ماشى بيها اللي هي هتطلع 39.2 meter per second. اوكي خلاص طلعت v1 طلعت v2. ابدأ اجيب ايه بقى؟ ابدأ اجيب اللي change in momentum. طالما هما in same direction فهياخدوا same sign، مفيش مشكلة. ودايما ممكن احنا نحط h2 اهي. ممكن نعمل مش هي m1 m2 سوري v2 minus m1 v1. الام ثابتة مش مشكلة فهاخدها على جنب common factor يبقى v2 minus v1. ماشي. وطالما هما in same direction فمش هغير حاجة في الدايركشن بتاع اللي change. طيب الام بكام؟ ب2 كيلو جرام times v2 عندك بكام؟ ب8 minus v1 اللي هي ب 39.2. اوكي هنعمل الكلام ده كله على الكالكوليتر هيطلع نيجاتيف 62.4 وهيطلع بمتر بير سكند. خلاص على كده تمام. صعب الكلام؟ مفيهاش مشكلة. خلاص جبنا ال change in momentum. تعالوا نخش على اللي بعديها. سؤال جميل. a ball of mass. ما كتبناش اليونت هنا. نسينا اليونت ان احنا نكتب كيلو جرام. هو بالكيلو جرام قبل المتر بير سكند يبقى كيلو جرام دوت متر بير سكند. اوكي تعالوا نخش على اللي بعديها. بيقولي عندي ماس الماس كام اهي 400 جرام. جميل. moving horizontally. المرة دي ماشية ايه؟ ماشية horizontally. ادي الحيطة اهي وهي ماشية كده horizontally راحت كده اهو. بعدين at constant speed. السبيد بتاعتها كام؟ v1 equal 25 meter per second. بعدين collides with a vertical wall. خبطت في الحيطة and the change in the ball's momentum. ال change in ball momentum يعني delta h بكام as a result of collision؟ كام؟ 16 كيلو جرام
per meter per second. واخد بالك من حاجة؟ هنا عندك الماس بالجرام وهنا بالكيلو جرام، يبقى انا لازم احول الماس بتاعتي دي، احولها اخليها ايه؟ اخليها تبقى بالكيلو جرام برضه. هعمل لها divided by 1000، فهتبقى 0.4 بالكيلو جرام، وفي 1 هنا كتبها اللي هي 25 متر بير سكند. خلاص. طيب بعدين عايز ايه بقى؟ هو calculate the ball a pound speed. يعني هنا دي لو دي h1 يبقى دي هترجع كده h2. اوكي. طيب عايزه اقولك على حاجه عشان يبقى الموضوع سهل وسلس عليك. دايما h1 دي ثبتها نيجاتيف، ودي طالما في الopposite direction خليها بوزيتيف، يبقى عكسها. تمام. طيب يعني دلتا اتش عندك هنا المفروض ان هي h2 minus h1. جميل، مش ده الرول بتاعنا؟ طيب h1 بالنيجاتيف و h2 بالبوزيتيف، يبقى هتبقى h2 minus نيجاتيف h1، يعني كأنها بوزيتيف. نيجاتيف يعني بوزيتيف. اوكي، يعني ممكن اكتبها على طول بوزيتيف h1 عشان هما in chain in opposite direction، يبقى ده الرول اللي هشتغل عليه وعرفنا ليه. اوكي. طيب بعدين، طب ما انا عندي الدلتا اتش بكام؟ ب16. h2 عندي h2. طب ما احنا ممكن نشتغل برول اللي هو m common factor v2 minus v1. اوكي، ده الرول بتاعنا اهو. تعالى نكتبه تاني اهو، دلتا اتش equal. ماشي. طيب دلتا اتش هكتب تحتيها ان هي كام؟ 16. الام الماس بكام؟ قلنا ب 0.4، ما تاخدش ال 400. v2 اللي هي الفيلوسيتي التانية اللي انا عايزة اجيبها minus v1 ب 25، وخلصت على كده. ودي ده divided v2 هتبقى equal، ودي ده بالdivided 16 divided 0.4، بعدين ودي دي بالبلس 25 بس، واحسب الكلام ده كده على الكالكوليتر. وخلصت على كده، جبنا الفيلوسيتي بتاعت ريباوند بول. اوكي. دي هتطلع ب 15 متر بير سكند. اوكي. يلا بينا اخر سؤال في اول مجموعة، وبيقولي اشل ده يعني في تفكير شوية with mass، والماس بتاعته كام؟ 800 ماشي جرام. برضو هحولها خليها بالكيلو جرام، يبقى 800 over 1000 هتبقى 0.8 كيلو جرام. is launched at speed، دي الفيلوسيتي بتاعت الشل دي. شل يعني قذيفة. الفيلوسيتي بتاعتها كام دي بقى؟ هسميها VA مثلا، يبقى انا سميت الشل دي ايه؟ 360 كيلومتر بير اور. اوكي. طيب بعدين towards a tank، يعني اهي قذيفة اللي هي ايه دي ماشية towards a tank moving towards the cannon. ادي الكانون ماشيين ناحية بعضها. اوكي. at speed ادي VB قطعنا ب 24 متر بير سكند. انا هشتغل بالكيلومتر بير اور؟ لا طبعا، هعمل تايمز 5 over 18 عشان تبقى متر بير سكند. هعملها تطلع 100 متر بير سكند. خلاص، يبقى VA طلعت ب 100 متر بير سكند. اوكي. طيب عايز ايه يا عم انت بقى؟ calculate the momentum in كيلوجرام، فاوريدي انا عملتها متر بير سكند، حولتها of shell with relative to tank. shell اللي هي A with relative to tank اللي هو B، يبقى انا لازم اجيب VAB الاول relative velocity فاكرينها، يبقى VA minus VB. VA عندك بكام؟ لسه جايبينها اهي ب 100 minus VB 24، بس دي جايه بالopposite يا ميس، جايه عكسها، يبقى جايه بالopposite direction نيجاتيف يبقى بوزيتيف. اوكي، عشان في نيجاتيف رول ونيجاتيف الopposite direction، هتبقى 124 متر بير سكند. خلاص، هي دي السرعه اللي انا عايزاها. اجيب المومنتوم ازاي؟ H equal M times V. الام اللي هي الماس بتاعتنا اللي هي 0.8 times ال 124، واعمل الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع لي 99 0.2 كيلو جرام بير
times meter per second. اوكي، وبكده احنا خلصنا اول جروب. هو نفس الافكار متكررة في بقية الجروبس، حاولوا تحلوها، لو في اي مشاكل ممكن تبعتولي، وسلام.